بضيف نص كيلو من دقيق السيمولينا، وبضيف عليه 3 معالق من جوز الهند، وده طبعا اختياري لو حابة تستغني عنه. ببدأ ان انا اقلب المكونات الجافة، وابدأ اضيف عليهم المواد السائلة. المواد السائلة عبارة عن كوباية الا ربع من السمنة، كوباية الا ربع من السكر، حوالي معلقتين كبار من عسل الكلوكوز، وكوباية الا ربع من الحليب. بقلبهم كويس مع بعض بخفة، ما بتعجنيش طبعا البسبوسة. ببدأ ان انا اصبها في صينية مقاس 30، بخبطها خبطتين كده على الرخامة، بدخلها الفرن تستوي على درجة حرارة 200 او 190، بتاخد بالظبط حوالي 25 او 30 دقيقة. بخرجها من الفرن، بسقيها بالشربات، البسبوسة سخنة والشربات طبعا سخن. ببدأ ان انا اسيبها لحد ما تبرد تماما، وببدأ ان انا اقطعها. شايفين قد ايه جميلة متماسكة مرملة، بسبوسة بجد زي بسبوسة الحلواني واحلى كمان بكتير. شايفين الجمال؟